لما بيجيب لها البيتزا بيطلعوا تيشيرت وبتدخله على البيت وبيقول لها انت عايزه ايه، وبتقول انا عايزاك تمثل انك حبيبي قدام ابويا واديك الفلوس دي كلها، وبيقول لها اذا كان كده ماشي. ولما بتروح عند ابوها وبتقول له ده حبيبي وابو ابني اللي في بطني، وبتستغرب جدا من اللي بتقوله، وابوها بيوقعه وبيقول له انا مش هسيبك في حالك، وبيحاول يهرب بس الامن بيوقفه، وابوها ما بيمشي بيزعق معاها وبيقول لها انت عايزه تغلطي وغيرك يدفع ثمن الغلطه دي، وبتفضل تعيط وبتقول له على اللي حصل وبيتاسف لها وبيقول لها انا خرجك في احسن مطعم بيتزا في البلد كلها. ولما بيحاولوا يخرجوا بيلاقي ان الامن قدامهم وبيمنعهم من الخروج، وبيقولوا له احنا مش خارجين بس عايزين نجيب البيتزا، وبيقول له لو مش راضي هاتها انت. واول ما بيروح ياخد البيتزا بيروح يمشي بس بيوقفه وبيقول له انت رايح فين لسه بدري، وبيحط اكتر من 20 كرتونه قدامه عشان ما يشوفهمش وهم بيهربوا. وفعلا الخطه بتنجح وبيركبوا العربيه مع زميله وبيوديهم على المطعم، وبيقول له ده بقى المطعم اللي انا بشتغل فيه، وبيقول له هو مين ابو طفل ده، وبتقول له شخص حقير ضحك عليا وهو اللي اداني السلسله دي، وبتقول له انا ما رضيتش اقول لابويا عشان ما يموتوش ويودي نفسه في داهيه، وبيلاقي يعني عايزاه يموتني انا، وبيفضلوا يهزروا مع بعض. وبعد شويه بيوديها البيت وابوها بيكون متضايق بس ما بيعرفش يكلمه عشان في حفله، بس هو بيكلم ابوها بيشوف نفس السلسله في رقبه البنت مع الولد ده، وبيعرف ان ده اللي ضحك عليها، وبيروح له بيضربه وبيقول لابوها ان ده ابو طفل اللي في بطن بنتك. ساعتها هو كمان بيضربه وبيخلي الحراس بتوعه يربطوه لحد ما البوليس يجي.